آه نكمل. طب انا عايز اطبع الاكس والواي والزد، اطبعهم ازاي؟ اعمل سي اوت اكس واعمل سيميكون واقول له سي اوت واي واعمل سيميكون واعمل سي اوت زد واعمل سيميكون واعمل ران. شوف هيطبع لي ايه. طبع لي ايه بقى؟ طبع لي 10 اللي هي في الاول، بعد كده طبع لي الخمسه اللي هي بتاعت الواي، بعد كده طبع لي 3. يجي هنا بقى دور ايه؟ دور اند لاين. لازم هنا اعمل اند لاين لانه مطلع لي الرقم كانه رقم كبير 1053. طب يا عم اللي انت عامله ده، لا انا عايز الاند لاين عشان اعرف كل متغير بكام. فلازم هنا الاند لاين اعمل كده اند لاين، وهنا ان اند لاين. ومش لازم اللي في الاخير، عادي ممكن احطها وممكن مش محطها، يعني عادي يعني. تعالى نرن كده. بص كده، طبع لي العشرة والخمسة والتلاتة. كده يعني كده مظبوط، كده اعرف اقراها. تمام. طب انا لو عايز الكومبايلر يطبع لي الاكس ايكوال 10 والواي ايكوال 5 والزد ايكوال 3، اعمل ايه؟ يبقى انا كده هطبع تكست في الاول، صح؟ مش انا هطبع له التكست اللي في الاول اللي هو الاكس ايكوال، وهطبع له التكست اللي هو الواي ايكوال، وهطبع له التكست اللي هو الزد ايكوال. يبقى انا محتاج في السي اوت اطبع له كلمه، يعني هطبع له كلمه، اطبع له كلمه. يعني هنا هاجي في النص هنا مش انا كنت بطبع على اللورلد، يعني كنت بطبع على اللورلد هنا لما بعد ما عملت اللي هو اصغر من دي، وكنت بطبع على اللورلد هنا. لا انا هطبع هنا اكس ايكوال بس. تعالوا رن كده على الاكس بس، عمل مشكله. اه تمام، ما ينفعش، لازم نكمل كل حاجه. هنعمل واي ايكوال، هنعمل زد ايكوال. تعال نجرب كده. بص طبع لك ايه؟ قال لك الاكس ايكوال 10، الواي ايكوال 5، الزد ايكوال 3. يبقى انا عملت ايه؟ انا طبعت في الاول تكست، بعد كده طبعت الرقم، القيمه بتاعته. يعني انا طبعت القيمه بتاعته. لما ما احطش علامات التنصيص دي يبقى انا كده بطبع قيمه. طب انا لما احط علامه تنصيص، لا انا كده بطبع كلمه، الكلمه اللي جوه علامه التنصيص. فركز، خلي بالك من الحته دي. يعني بطبع الحته، يعني لو حطيت علامات تنصيص يبقى انا بطبع اللي جوه التنصيص، سواء كان ارقام، سواء كان كاركتر، سواء كان كلام، اي حاجه. لكن لما ما احطش علامات التنصيص، لا انا كده بطبع قيمه. فالجزئيه دي مهمه وركزوا فيها. حد مش فاهم اي حاجه؟ حد واقف مع اي حاجه؟ حد سامعني طيب؟ اتكلموا عادي، افتحوا المايك. سامعيني ولا ايه؟ سامعيني؟ افتحوا المايك. سامعني يا باشمهندس؟ تمام يعني، تمام حد يعني، يتكلم حد يتكلم. حد يتكلم حد بس. يتكلم بس. اكمل في مشكله واقفه معاكم في اللي فات.
في اي مشكله واقفه معاكم في اللي فات؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ تمام. طيب لو انا عايز اطبع مجموع مثلا، لو اليوزر مثلا مدخل لي الاكس ب10 والواي ب5 والزد ب3، انا عايز اطبع مجموع الثلاث ارقام دي، اعمل ايه؟ حد عنده فكرة؟ حد عنده فكرة اعمل ايه عشان اطبع مجموع الارقام؟ طيب بصوا، انا هعمل متغير تاني اسمه sum، واقول له ايه؟ انت بتساوي يا عمي، بتساوي اكس زائد واي زائد زد، وما ننساش السيمي كولون. طيب كده الصم متخزن فيه كام؟ يعني الصم كده بيساوي ايه؟ بيساوي الاكس بلس الواي بلس الزد، يعني بيساوي 10 بلس 5 بلس 3، يعني هو بيساوي 10 بلس 5 بلس 3، يعني بيساوي كام؟ بيساوي 18، صح؟ بيساوي 18. طيب بس نلغي دي، ملهاش لازمة. اقول له ايه؟ سي اوت. اعمل لي ايه بقى؟ اعمل لي، قول لي، هتطبع لي التكست الاول يقول لي the sum equal، او نعمل equal، هيساوي ايه بقى؟ انا عايز اطبع قيمه بقى دلوقتي، يعني هطبع الصم كقيمه بس، واعمل end line. تعال نشوف الاول بتطلع ايه. بص the sum equal 18 بس. يبقى انا كده اقدر اجمع، واقدر اطرح، واقدر اعمل اسمه، واقدر اضرب. يعني انا لو غيرت مثلا البلاس دي، خليتها ضرب مثلا، خليتها ضرب، ايه اللي هيحصل؟ مش طبع لي كام؟ 150، صح؟ مظبوط. ضرب 10 في 5 في 3، 50 في 3 ب 150. تمام. طب انا عايز اعمل مثلا ديفيجن، يعني هقسم اكس على واي واجمع مثلا بلس زد، يعني هقسم الاكس على الواي فيها الاثنين، 10 على الخمسة فيها الاثنين زائد الزد، الزد اللي هي كام؟ 3، فيطبع لي 5. فعلا، بس انت هتغير بس التكست هتغيره، يعني هتقول له مثلا ذا ريزلت مثلا، الناتج مثلا ذا ريزلت. حلو، ذا ريزلت الناتج هيساوي كذا، وتطبع له ايه؟ وتغير دي مثلا، تخليها مثلا ريزلت برضه، وتخلي الناتج برضه ايه؟ ريزلت. بس كده، ويطبع لك الناتج اللي انت عايزه. يعني انت لو حطيت له كتير يعني من الاوبريشن، هيطبع لك اي حاجه. حد واقف مع اي حاجه؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ ممكن اعيد كل ده عادي. طب نكمل. تمام. ده زي ما قلنا اهو، جمعهم انا ممكن اطبعهم على طول، بس انا عرفت متغير احسن يعني. يعني هنا كبر لكم الشاشه بس. يعني هنا هو ايه؟ راح طابع المجموع على طول، قال سي اوت اكس بلس واي بلس زد. يا دي كويسه برضه، بس انا عرفت متغير احسن لانك هتحتاجها يعني. هتحتاج انك تعرف متغير، دي هتحتاجها. فاهمني؟ فدي احسن بالنسبه لك يعني. تمام. تعال نخش في اللي بعده. دلوقتي انا عرفت مثلا، هنا السؤال بيقول ايه؟ انا عرفت رقم، هو كده عرف ايه؟ انتجر. هنا عرف انتجر. آه الاسم ده يعني اسم، اي اسم عادي، بيساوي 60. وقال لك ايه؟ قال لك ان الانت ام بيساوي 60. طيب تعال نجربها. يعني هنا هو بيتكلم لك على الحوار ده، صح؟ هنا مثلا انا لو قلت آه شايفين الشاشة كده؟ لو قلت انت
مثلا m بتساوي 0 وجيت قلت له كونست حاجه اسمها كونست دي يعني ثابت m بتساوي 1، ايه اللي هيحصل؟ تعال نرن كده شوف اللي هيحصل. اداني ايرور. ليه ايرور؟ لان انا عرفت الام كذا مره، يعني ما ينفعش اعرف المتغير كذا مره، دي مشكله. ما ينفعش اغير، ما ينفعش اعرف المتغير كذا مره. يعني انا مثلا لو غيرتها ام هيحصل حاجه؟ هل هيحصل حاجه؟ هيديني طبعا. ليه؟ لان كونست ما ينفعش. لازم اخلي بالي، لازم اخلي بالي. يعني الكونست رقم ما بيتغيرش، يعني هنا ايرور برضو. بصوا بقى في البرزنتيشن، بص هنا. ليه؟ لان انا معرفتش بعد الكونست نوع الداتا تايب. يعني الجزئيه دي برضو مهمه، ركزوا فيها. يعني انا بعد الكونست بعرف الداتا تايب بتاع ال بتاع الرقم. تمام. طب هو يعني ايه كونست اصلا؟ يعني انت ليه عرفت حاجه اسمها كونست؟ في حاجات بستخدمها عشان، يعني انا مثلا انا هستخدم متغير، بس انا عايز المتغير ده ما يتغيرش، يفضل ثابت. يعني مثلا هعرف متغير اسمه اكس، ان الاكس بتساوي 5، لا انا عايز الاكس دايما 5. يعني في البرنامج كله الاكس ب5، فانا بعرفه كونست يعني ثابت، قيمه ثابته. يعني هنا لو انا جيت عرفت الكونست انت ماي نم ايكوال 15، وجيت عرفت الماي نم تاني ب 10، هل البرنامج ده سليم؟ يعني انتوا، يعني هل البرنامج ده سليم؟ طبعا لا. ليه؟ لان انا عرفت الماي نم كذا مره. يعني هنا جيت قلت كونست انتجر اكس ايكوال 5، وجيت عرفت قلت له الاكس بيساوي 15، هل هيحصل مشكله؟ طبعا. ليه؟ لان انا عرفت الاكس كذا مره، عرفت الاكس كذا مره، وهو كونست اصلا ما ينفعش يتغير. فممكن اغير الاكس اخليها واي، هل هيحصل مشكله لو خليتها واي؟ طبعا. لان انا ما عرفتش اسم الواي. يعني ايه هو الواي ده؟ ايه؟ انتجر، فاخليه انتجر. ما حصلش مشكله، ما ادانيش ايرور كده. ليه؟ لان انا غيرت الاسم من اكس لواي، فاصبح متغير تاني ملوش علاقه بالاكس. تمام. حد مش فاهم اي حاجه ممكن اعيد الجزئيه دي تاني لو ما حدش فاهمها. ممكن اعيدها تاني لانها جزئيه مهمه، يعني لازم تركزوا عليها. لو حد مش فاهمها يقول لي. تمام. طيب، آه ممكن حد يقول لي ازاي اعمل برنامج للآلة الحاسبة؟ يعني يقول لي مثلا انا المفروض اعمل ايه عشان اعمل برنامج للآلة الحاسبة يجمع لي رقمين ويطرح لي رقمين ويعمل لي ديفيجن للرقمين ويعمل لي مالتيبليكيشن للرقمين. حد عنده فكرة يعني ازاي اعمل كده؟ ها، في حد يتكلم معايا طيب؟ انتوا سامعيني اصلا؟ محدش عنده اي فكرة؟ طيب. طب نبدأ. طيب بسم الله. بسم الله. بص، هو انا لو عايز اخلي اليوزر يدخل لي رقم اعمل ايه؟ يعني مثلا انا عرفت متغير اسمه اكس وما اديتوش رقم. يعني عرفت متغير اسمه اكس وما اديتوش رقم. تمام. عايز اليوزر بقى يدخل قيمة الاكس دي. يعني هو اللي هيدخل قيمة الاكس. يعني مثلا هو لو دخل لي 5، فانا اخلي البرنامج يطبع لي 5. بستخدم حاجة اسمها سي انبوت. السي انبوت دي عكس السي اوت. خليها
اللي هي ايه، بخليها اكبر من، يعني بدل ما كانت اصغر من بخليها اكبر من. السي انبوت دي عباره عن اخلي اليوزر يدخل قيمه الاكس، بكتب الاكس بس كده بس. كويسه، فيها مشكله؟ بخلي السي انبوت يدخل لي ايه، قيمه الاكس بس كده. كده انا عرفت متغير. طب انا لو ما عرفتش المتغير ايه اللي هيحصل؟ يعني انا قلت له لا يا عم دخل لي الاكس من عندك بقى، انا مش عارف مين الاكس دي اصلا ومين اللي جابها، بس دخل لي الاكس. هي مين الاكس اصلا؟ حتى لو عملت رن دلوقتي، بص اداني ايرور. البرنامج مش عارف، بيقول ايه قيمه الاكس اهو، اكس was not declared in this scope. يعني مين الاكس؟ انا ما اعرفهاش، لازم تعرفها، لازم تعرفها. يعني انا قلت له هنا انت اكس، هل هيديني ايرور؟ لا ما ادانيش ايرور، الحمد لله. بس طب انا عايز بقى بعد كده اطبع قيمه الاكس. طب انا ليه ما حطيتش علامات تنصيص؟ لان انا هطبع قيمه يا جدعان، هطبع قيمه، ركزوا في الحته دي، هطبع قيمه مش هطبع كلمه. تمام، نعمل رن. انا هدخل كده، انا هدخل رقم اهو، اليوزر هيدخل رقم، هدخل اهو بص، هدخل رقم 5، انا كده دخلت رقم 5 اهو، راح طبع لي الخمسه بعديها على طول. طب انا عايز اعمل شكل احسن، اقول له آه، اقول له the result equal، يعني بص هعمل انا كده عملت تكست ان هو هيطبع لي the result equal x، قيمه الاكس. تمام، فانا مثلا دخلت قيمه 100، فاقول لي ايه the result equal 100. بس كده، برنامج بسيط يعني. في مشكله؟ في اي مشكله؟ الحته دي انا عارف ان هي تقيله، ممكن اعيدها كذا مره عادي، براحتكم. اللي عايز اي حاجه يبعت على طول. تمام. طيب آه، ممكن نعمل تاسك، شوف الناس فاهمه ولا ايه الدنيا، ولا انا بشرح وخلاص، ولا ايه؟ حد يكلمني طيب يا جدعان. معاك والله العظيم يا باشمهندس. حاسس اني بس بكلم حاسس نفسي اني مش عارف. بكلم نفسي مش عارف. المعلومات دي كبيرة على دماغنا بصراحة، عشان كده ساكتين مش عارفين نقول ايه. بص بص بالراحه بص بالراحه، بالراحة بالراحة، كل واحده كل حاجه كل بالراحه. حاجة بالراحة. يعني ان شاء يعني الله إن ان شاء شاء الله الله إن الدنيا شاء الله تبقى الدنيا كويسه. تبقى كويسة. إن شاء الله. سامعني كده؟ طيب بصوا، طيب بصوا، انا عايز أنا اعمل ايه؟ عايز اعمل برنامج، اليوزر هيدخل لي رقمين وهيطبع لي الناتج، بس برنامج بسيط. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم في برنامج، يعني هو هيدخل لي رقمين زي ما انا عملت كده، سي ان اكس، هيدخل سي ان اكس وسي ان واي، وهيطبع لي ايه، اكس بلس واي بس كده. في مشكله؟ يلا ابداوا فيه ويا رب توصل ان شاء الله، توصلوا لحاجه يعني. وانا معاكم، اللي عايز يسال اي سؤال، اي سؤال يسال، انا معاكم أهو. بص انت هتعمل لي برنامج اليوزر هيدخل اكس وواي، يعني هتعمل لي سي ان اكس وسي ان واي، وتطبع لي ايه، بس خلي بالك تعرف الاكس الاول يعني تعرف انت اكس وانت واي. تمام، خلي بالك. بعد كده اليوزر هيدخل الاكس والواي، بعد كده انت تطبع لي قيمة الاكس بلس الواي. والله برنامج كويس يعني، ان شاء الله تحلوه ان شاء الله. انا معاكم اهو، لو احتجتوا اي حاجة ابعتولي. أي حاجة بعتوها. اعملوا فين البرنامج ده؟ يعني احنا ما عندناش أي برامج بصراحة.
اكتبه لي في اكتبوا ورقة لي في ورقة وصوريه وصوريه وابعتها على الجروب. وبعتها على الجروب. حاضر. اكتبه عادي، اكتبه على الكومبايلر. انت شغال بالاونلاين كومبايلر؟ لو شغال بالاونلاين كومبايلر تمام عادي، اونلاين سي بلس بلس كومبايلر اللي انا شغال عليه ده اشتغل عليه عادي يعني.